طيب يا حبيب قلبي كده، لو انت بتدور كتير على اليوتيوب عن طريقه تفعيل ارقام وهميه ومفيش اي طريقه ظابطه معاك، حابب يا صديقي اقول لك اللي انت دخلت الفيديو المناسب. زي ما انت شايف كده يا صديقي، كده بضغطه واحده بس كده طلبت كود على الرقم الفنزويلي ده اللي اخره 58، طلب معانا كود. نرجع كده يا حبيب قلبي كده على نفس البوت، هنشوف في كود وصل لنا ولا لا. نرجع كده خطوه يا حبيب قلبي كده، تمام. نخش كده على قناه اللي قلت بيه. طبعا زي ما انت شايف كده، اقسم بالله البوت ده جميل جدا. طبعا زي ما انت شايف كده، من اول محاوله الكود يوصل لك عادي. طبعا زي ما انت شايف كده الرقم الفنزويلي اهو اللي اخره 58 اهو، زي ما انت شايف الكود وصل لنا. طبعا دلوقتي اضغط كده على الكود كده هتلاقيه اتنسخ معاك. نرجع كده يا صديقي كده على نفس النسخه اللي احنا طلبنا عليها كود. بعد كده نعمل لصق. هنا بيقول لك جرب تحقق، سيب يتحقق من الكود يا حبيب قلبي كده عشان نشوفه هو صح او غلط. هنا بيقول لك خلاص تم التحقق كده من الكود. خلاص كده يا صديقي كده فعلنا رقم اهو بكل سهوله وبضغطه زر واحده زي ما انت شايف كده. طبعا دلوقتي اسيب النسخه تحمل معانا عشان نتاكد نفس الرقم اللي احنا فعلناه ولا لا. طبعا انا احط اي نيم كده عشوائي، بعد كده اضغط هنا التالي. هنا طبعا اسيب النسخه هنا في الحساب التاني. طبعا يا حبيب قلبي كده بعد النسخه تفتح معانا اضغط كده على الثلاث نقط، بعد كده نروح عندك على الاعدادات. بعد كده يا حبيب قلبي كده نروح كده على البايو. وطبعا زي ما انت شايف كده اهو، اقسم بالله نفس الرقم اللي احنا طلبنا عليه كود، الرقم الفنزويلي اللي اخره 58. لو انت حابب تفعل رقم زي كده يبقى طبعا معايا الشرح، ويلا بينا كده على الطريقه على طول. وازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تابع يا حبايب قلبي كده، رجعتكم كده بطريقه جديده عن طريقه تفعيل ارقام وهميه بكل السرعه. طبعا يا حبايب قلبي كده عايزك تركز معايا عشان طبعا الشرح ده في حاجات مهمه، وطبعا في كل حاجه موضحه في قلب الشرح ده. طبعا انا مش هطول عليك اصلا، يعني كلها 5 دقايق كده هفهمك كل حاجه الخاص بالبوت ده. عاوزك يا صديقي تركز معايا. طبعا لو انت اول مره تتفرج عليا بس سبسكرايب في القناه وفعل الجرس توصلك مو جديد، ولك كومنتك عشان طبعا بختار اول 5 اشخاص يعملوا لك كومنت اقسم بالله بس لهم ارقام مجانيه. وبس يا حبايب قلبي كده لازم تنضم للجروبات بتاعتنا عشان بنوزع ارقام مجانيه. وبس يا صديقي كده، ويلا بينا كده على الطريقه. مبدئيا كده يا صديقي كده هسيب لك لينك البوتين دول. طبعا بوت اللي هو اصلا هيطلع معاك رقم، والبوت التاني اللي هيوصل عليه الاكواد. تمام. دلوقتي يا حبيب قلبي كده، دلوقتي زي ما انت شايف كده اهو، نروح كده على قناه اللي هي البوت التاني الخاص بالاو تي بي، تمام، اللي هو الخاص بالاكواد يعني. نضغط كده على اللينك كده. طبعا زي ما انت شايف كده اهو، القناه لسه جديده اصلا، يعني مفيش حد اشتغل عليها قبل كده. تمام. دلوقتي حاليا دلوقتي يا صديقي كده يعني هتلاقي اصلا نسبه اصلا الناس اللي شغال عليها مثلا 5%. يعني انت اول ما تخش اصلا تلاقي من اول رقم يتفاعل معاك. دلوقتي هثبت لك برضه، طبعا زي ما شفت في بدايه الفيديو مفعل لك رقم في خلال دقيقه بس فقط. طبعا الطريقه بدون في بي ان نهائيا. دلوقتي يا حبايبي كده روح كده على البوت المستخدم اللي انت هتطلع منه رقم. تمام. نضغط كده على اللينك كده، هيحولك كده على البوت تلقائي. طبعا البوت ده اصلا يعني حابب اقول لك ان البوت ده جميل جدا. ايه الميزه الجميله؟ حابب اقول لك دلوقتي يا صديقي كده، يعني مفيش بعض القنوات اللي انت تشترك فيها وكده، هي قناه واحده بس الخاصه بالاو تي بي بس. وعندك كمان يا صديقي كده يعني البوت ده اول ما تاخد منه رقم زي كده، تمام، الكود هيوصل لك تحت الرقم اللي انت خدته على طول اهو، زي ما انت شايف كده بالظبط. تمام. طبعا دلوقتي مفيش اسهل من كده. طبعا هسيب لك لينك البوتين دول طبعا مع بعضيهم، وطبعا هسيب لك اللينك ده برده اللي هو الخاص بالبوت اللي انت طالع منه ارقام. هيطلب منك قناه واحده بس تنضم ليها، القناه الاكواد اللي انا قلت لك عليها، تنضم لها ويفتح معاك عادي بدون اي مشاكل. دلوقتي يا صديقي كده انت اول ما انضميت للقناه اللي هو طلبها منك، خلاص كده زي ما انت شايف كده اهو، هي دي القناه اللي انا بقول لك عليها اللي هي جروب او تي بي. تمام. بعد كده على كلمه ستارت هيفتح معاك كده اهو. طبعا هنا يا صديقي كده هيظهر لك كده بعض الدول المتوفره. طبعا عندك هنا فنزويلا سيلفر 1 وفنزويلا هنا برضو سيلفر 2. طبعا الاثنين هم شغالين تمام على حسب الضغط. مبدئيا كحب قلب كده، طبعا في بعض الوقت اصلا بيضيف لك دول تانية تكون متوفره. الدوله اللي شغاله بتضيفها لك، ما يضيفلكش دول اصلا هي مش شغاله. تمام. دلوقتي يا صديقي كده حابب تدفع رقم زي اللي شفته في بدايه الفيديو، هتعمل ايه؟ دلوقتي تختار اي سيلفر من دول، بس افضل لك تختار سيلفر 2 اللي هو لسه جديد اصلا. تمام. تختار سيلفر 2 كده اهو. طبعا حبايبي كده يطلع لك كده رقم عشوائي، وعندك هنا اسم الدوله وعلم الدوله. وطبعا السيلفر اللي انت اخترته هنا مكتوب لك شباك رقم 2، يعني انت اخترت السيلفر 2. وطبعا هنا يا صديقي كده يعني هنا فيو او تو بي، تمام، اللي هي قناه الاكواد اهو زي ما انت شايف كده الناس شغاله عليها اصلا. يعني لسه البوت اصلا ده ما فيش حد نشره قبل كده، يعني انت تكون انت اول شخص تخش فيه اصلا. تمام. دلوقتي يا حبايبي زي ما انت شايف كده اهو الفيو او تو بي. وعندك هنا طبعا لو جيت النمبر ده ما طلبش معاك كود، هتعمل حاجه اسمها تشيك نمبر كده وهيتغير الرقم على طول. طبعا ده مش رقم واحد، فوق ال 1000 رقم او 2000 رقم واكتر كمان. وطبعا كل شويه ابديت جديد. تمام. عندك هنا طبعا باك، اللي انت اول ما تدوس باك كده هيرجع لك كده تختار دوله ثانيه. تمام. دلوقتي اصلا انت فهمت كل حاجه في داخل البوت. هتعمل ايه دلوقتي؟ انت حابب تفعل الرقم زي اللي انت شفته، هتعمل ايه؟ تختار اي سيلفر من اللي تحت دول. طبعا زي ما قلت لك افضل سيلفر حاليا دلوقتي اللي هو سيلفر 2. لو ده في سيلفر 3 يبقى تختار انت تخش على سيلفر 3 وهكذا. تمام. لان بيكون جديد بس مش اكتر. طبعا اضغط كده على سيلفر 2 كده. طبعا اهو زي ما انت شايف كده يا صديقي كده طلع لنا كده رقم اهو زي ما انت شايف كده. طبعا في بعض الناس بتكتب لي في الكومنتات طب ليه الرقم بيتحذر بسرعه؟
من اول رساله. حابب اقول لك يا صديقي كده، تفعل رقم من اي بوت عامه او من عند اي حد، او تشتري رقم عامه، ما تبعتش بيه في اول ما انت اصلا بتحطه على النسخه، تمام؟ فانت لازم تسيبه 24 ساعه كده او يومين على الاقل كده، وترجع تبعت بيه هيشتغل معاك. فانت اول ما تفعل رقم لو تبعت بيه رساله حتى لو لنفسك، الحساب بتاعك هيتقيد اصلا، وهو اصلا هيتحذر، تمام؟ المفروض كلنا كده فهمنا النقطه دي. دلوقتي يا صديقي كده عايزين نفعل رقم كده زي اللي شفنا في بدايه الفيديو عشان نتاكد برضه. هنعمل ايه دلوقتي يا صديقي؟ هعمل كده تشيك نمبر كده، اختار رقم عشوائي ونرجع نطلب كود كده ونشوف في كود هيوصل لنا ولا لا. دلوقتي يا صديقي كده عملت تشيك نمبر كده، طلع لنا كده رقم عشوائي كده، هو رقم تاني اهو، فنزويلا اخره 75. دلوقتي يا صديقي كده ضغطه واحده بس كده هتلاقي النمبر اتنسخ معاك، نضغط عليه ضغطه واحده كده تلاقي اتنسخ اهو زي ما انت شايف كده. طبعا افضل لك يا صديقي تطلب ارقام طبعا تكون على نسخه تكون رسميه، مش نسخه تكون من اصلا من تطبيق استنساخ، لان اصلا يعني هتواجهك جميع المشاكل، تمام؟ فانت افضل لك عشان تفعل ارقام على نسخه تكون رسميه او نسخه تكون اعمال، تمام؟ دلوقتي يا صديقي كده دخلت كده على النسخه دي الرسميه طبعا، نضغط هنا المفاجاه والمتابعه. بعد كده اعمل لاست كده لنفس الرقم اللي احنا نسخناه من البوت، تمام؟ عندك هنا نضغط هنا التالي. طبعا اهم حاجه تحط عندك هنا اللي هو رمز الدوله على حسب السيلفر اصلا اللي هو متضاف لك. عندك هنا فنزويلا تحط طبعا عندك هنا اللي هو رمز الخاص بالفنزويلا اللي هو 5 8، تمام؟ بعد كده نضغط هنا التاني. هنا بيقول لك جرس الصوت سيب يحمل معاك كل ده على حسب سرعه النت عندك، تمام؟ بعد كده نضغط هنا كلمه نعم، هتعلق كده بالواجهه دي. في بعض الناس بتحرق الكود، طب تمام. دلوقتي يا صديقي كده في بعض الناس بتضغط متابعه وبتحرق الكود على الفاضي، تمام؟ فانت لازم تضغط هنا التحقق بدرجه اخرى لان انت اصلا تستلم كود رساله يعني، تمام؟ عندك هنا استلام رساله اس ام اس، وضغط هنا متابعه. دلوقتي يا صديقي كده يقول لك جرس رساله كود، هنشوف دلوقتي بعت لنا كود ولا ظهر لنا اي مشكله، تمام؟ دلوقتي بالفعل يا حبيب قلبي كده ما ظهرلناش اي مشكله، زي ما انا قلت لك البوت لسه جديد، فانت هتحاول من اول محاوله هيطلب معاك كود بدون اي مشاكل. دلوقتي يا صديقي كده المفروض كده الرقم الثاني ده اللي هو رقم الفنزول اللي اخره 75 المفروض كده بعت لنا كود. دلوقتي يا صديقي نرجع كده على نفس البوت اللي واخد منه رقم، هنشوف فيه كود وصل لنا ولا لا. طبعا بالفعل يا حبيب قلبي كده زي ما انت شايف كده، اقسم بالله زي ما انت شايف كده الرقم الفنزويلي اللي اخره 75 طلب معانا كود اهو في اقل من سنتين بس، او 3 ثواني او 5 ثواني بالكتير والكود بيوصل لك. طبعا الكود اهو زي ما انا قلت لك البوت الجميل ده، طبعا ان انت بتاخد منه الرقم بيرسل لك الكود تحت اهو زي ما انت شايف، او يرسلوا لك تعالى روح كده على قناه اللي هو فيو او تي بي كده، هتلاقيه اصلا بعت لك برده الكود على قناه الاو تي بي اهو زي ما انت شايف الرقم اللي اخره 75، تمام؟ عندك هنا طبعا تنسخ الكود. طبعا هنا ملحوظه بس مهمه، عندك هنا كاتب لك هنا بيتم حذف الاكواد خلال 3 دقائق فقط، يعني انت تلحق خليك سريع كده مش اكتر، تمام؟ دلوقتي عندك هنا اوبن بوت، وعندك هنا طبعا قناه اللي هو بينزل فيها الملفات، وعندك هنا طبعا البرايفت بتاعه وهكذا، تمام؟ دلوقتي يا صديقي كده هنعمل نسخ كده للكود اللي هو طلبنا عليه الرقم اللي احنا طلبنا عليه وكده، تمام؟ بعد كده اضغط عليه ضغطه واحده كده تلاقي نسخ الكود بدون اي مشاكل. نرجع كده يا صديقي كده على النسخه اللي احنا طلبنا عليها كود، تمام؟ نعمل لصق. هنا بيقول لك جرب تحقق، بيتحقق من الكود كده سواء صح او غلط، سيبه يتحقق من كل حاجه. انا بيقول لك ده تم التحقق بالفعل يا حبيب قلبي كده. فعملت لك رقمين كده، في واحد في بدايه الفيديو وواحد اهو في اخره الفيديو عشان تتاكد ان الطريقه دي اقسم بالله شغاله، شغاله اقسم بالله يعني 100%، تمام؟ دلوقتي انا هحط اي نيم، تمام؟ اي نيم عامه يعني مش شرط يعني. طبعا نضغط هنا التالي، هنا هسيبه يحمل معاك برده. بعد كده نضغط هنا على الثلاث نقط، بعد كده نروح كده يا حبيب قلبي كده على عندك هنا الاعدادات. بعد كده يا صديقي نروح كده على الباي، وبعد كده تلاقي نفس الرقم اهو يا صديقي كده اللي احنا طلبنا عليه. طبعا كده فعلت لك كده رقمين، واحد في بدايه الفيديو واحد في فقره الفيديو، عشان كده مالكش اي حجه اصلا تقول لي الترجمه مش شغاله. طب يا صديقي كده يكون وصلنا كده لنهايه الفيديو. اسيب لك لينك البوتات دي في قناه التليجرام زي ما احنا متعودين. وبس احكي يا حبيب قلبي كده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك بتاعك والكومنت عشان طبعا ممكن تكون انت من اللي كسبانين معانا. وبس يا صديقي كده، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.